السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم من جديد. صلي على حبيبك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النادي الأهلي العظيم بيبتدي رحلة مشواره في لقب ال13 بأمر الله بالفوز على استاد أبيجان بأربع أهداف مقابل هدفين، والمباراة دي كانت ممكن تخلص بنتيجة تاريخية. كهربا لوحده كان هيسجل 6 اهداف. بس اللي بسطني بقى في المباراه ديت ان كأن مارسيل كولر كان بيسمع الفيديو بتاعي وانا بقول اللي مش هيلتزم يقعد دكه. كنت مبسوط جدا وانا شايف امام عاشور قاعد دكه، وكأنه ناقوس خطر من مارسيل كولر بيقول ان اللي مش هيلتزم ويلعب معايا كويس هيقعد دكه. كهربا الحمد لله فاق لنفسه، واتمنى كهربا يفضل على المستوى ده على طول ويفوق لنفسه، لانه لما بيفوق لنفسه بيبقى لاعب عالمي. باذن الله النادي الاهلي يستمر في فوزه وناخد اللقب ال13. بس اتمنى مارسيل كولر يفوق للخط الدفاعي بتاعنا. احنا الخط الدفاع بتاعنا في الماتش ده كان شوربه، ولو بنلعب قصاد فرقه تقيله كانت المرتدات عندنا كلها بجوان. مش عايزين برضه ننسى ان النهارده نهائي القرن، ونتمنى الفوز للنادي الاهلي على نادي الزمالك باذن الله. وعايز اختم الفيديو ده واقول ان كل اهلاوي هيقعد مديون لمجدي قفشه طول حياته.